إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. إلى ربات البيوت. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده فيديو جديد ويوم جديد. نبدا الفيديو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. يلا بينا يا جماعه، روتين جديد ويوم جديد. ولو اول مره تشوفوني اتمنى تشتركوا في القناه وتدعموني بلايك، وكمان تسيبوا لي كومنت حلو منكم. ويلا بينا نبدا الفيديو. عايزه اعمل شويه شاي. تعالوا بقى معايا كده نشوف هنعمل الشاي ازاي. بصوا يا جماعه، طبعا انتوا عارفين ان انا الكاتل بتاعي بايظ، فانا طبعا الكولدير عندي شغلته على الميه السخنه، وزي ما انتوا شايفين كده. طبعا ايه، هدوس على الزرار اهو. طبعا شايفين يا جماعه البخار، شايفين البخار اللي طالع. بصوا يا جماعه، بعد بقى احنا ما بنستخدم الكولدير بتاعنا، بصوا الميه اصلا بتطرطش بقى عليه من ورا كده. وبصوا دي طبعا ده العادي يعني، فلازم ايه، انا بقى ما اسكتش، لا ما ينفعش اسكت، فلازم امسحها على طول. طبعا انا لو ما عملتش كده يجي لي حاله نفسيه يا جماعه. انا ما اقدرش ان انا اشوف كده وان انا اسيب الميه دي كده. لازم بروح جايه بالفوطه اللي هي بتاعه المطبخ دي، واروح بقى جايه ايه، مسحها كده. اصلا انا مجرد ان انا اشوف الميه كده بتعصب. بصوا نشفتها كده كده، بقت تمام زي ما انتوا شايفين كده. ويلا بينا يا جماعة نبدأ يومنا، وزي ما انتوا متعودين معايا النهاردة روتين جامد جدا. تعالوا بقى مع بعض نبدأ يومنا كده. وزي ما انتوا شايفين معايا، اول حاجة عملتها معاكم شوية الشاي، وجبت كده طبق كحك جميل من اللي انا كنت عاملاه. عايزة اقول لكم يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، ما قعدش يومين على بعض من حلاوته ومن جماله ومن طعمته. طبعا الف هنا وشفا على قلوب ولادي الحلوين، وطالبين مني كيك، فهعمل لهم ان شاء الله باذن الله كيك. يمكن بكره او بعده. بس انا الحقيقه برضو جاي على بالي كده ان انا اعمل كحك، بس كحك طري، يعني تقدروا تقولوا كده فطير طري بعجوه. لسه عندي شويه تمر برضو، فعايزه اعمل الاول الكعك اللي هو الطري ده بالعجوه، برضو هيبقى حلو جدا. وبعدين ابقى اعمل لهم كيك. هما اصلا يعني اكتر الاوقات بيحبوا الكيك عندي، علشان بيبقى طري كده وحلو مع الشاي بحليب. بحط لهم في اللانش بوكس، بيحبوه قوي، بيعشقوه يعني بجميع انواعه، يعني بالشوكولاته وبالفانيليا، بس همسه طالباه مني بالشوكولاته. فان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه هتلاقوني ايه، بعمل لهم الكيك بالشوكولاته. وقلت كده يا جماعه وانا معاكم كده في الفيديو افطر كده ايه، يعني اللي هو ايه، اشق ريقي كده زي ما بيقولوا. طبعا عايزه اقول لكم ان الكحك بعجوه خطير خطير بجد. مش بعجوه بقى، بالتمر اللي احنا عملناه، وما يفرقش كتير عن العجوه يا جماعه. على فكرة أنا كان ممكن إن أنا أسيح التمر في الطاسة مع حتة سمنة وكده، وكان هيبقى يدوب ويبقى معايا عجوة وكل حاجة. بس أنا بصراحة يا جماعة إيه، قلت هو كده كده أصلا في الفرن مع الحرارة هيدوب وهيبقى زي الفل. وفعلا يا جماعة، طبعا قلت هنا بقى ايه، اوريكم برضو الكحك اللي بملبن، عشان انا اصلا المره اللي فاتت وريتهولكم بعد ما خبزته، بس ما وريتلكوش شكله من جوه. فزي ما انتم شايفين معايا كده، الكحك اللي بعجوه خطير، والكحك اللي بملبن خطير خطير، مش بس خطير مره واحده. طبعا يا جماعة احنا كنا دلوقتي الساعة كام؟ كنا داخلين على الساعة 8 ونص. طبعا البنات عندي كانوا نزلوا المدرسة،
وزي ما انتوا شايفين كده انا يعني بغير ريقي كده لغايه ما ابو همسه بقى يصحى من النوم، عشان النهارده طالبه معايا كده ان انا اطلب سندوتشات فول وطعميه. وزي ما انتوا شايفين يا جماعه جاب السندوتشات وقعدت فطرت انا وهو، وبعد كده دخلت على غرفه الاطفال عندي. بصوا بقى انا عايزه اوريكم منظر الغرفه اول ما البنات بتصحى من النوم وتنزل تتوكل على الله على المدرسه. ده شكل الغرفه يا جماعه. طبعا زي ما انتوا عارفين زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، انا ما شلتش لسه لا الدفايات ولا البطاطين ولا اي حاجه زي ما احنا. بس يا عيني الدبدوبه اليتيمه الغلبانه ده هي مش عارفه حزينه ليه وموطيه راسها دايما على طول. فبعد كده راسها يا جماعه احب اشوفها كده ايه، تكون رافعه راسها لفوق. بصراحه انا حطاها كده شكلها كيوت وحلو قوي. دلوقتي بقى هنروق مع بعض الأوضة. وطبعا زي ما انتم متعودين معايا انا يعني الترويق بتاع السراير عندي بسيط جدا جدا. بحط التكاوي كده بالشكل ده وبطبق البطاطين. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا عندي مفارش بطاطين ومفارش الحفا، بس كل الحاجات دي تحت السرير وفوق الدولاب. وعايزه اقول لكم ان انا يعني لو نزلتها علشان افرش المفارش هيبقى هدة حيل، لان انا ولادي بيرجعوا من المدرسة ممكن يناموا لهم ساعة، فما هينومني بس ان انا اشيل المفارش واحط المفارش واشيل المفارش واحط المفارش. فبنحطها في الاعياد والمناسبات. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي، دخلت بقى عندي البلكونة فبصيت كده لقيت ايه زي ما انتوا شايفين كالعادة المنظر العادي بتاعنا اللي انا ايه صبح واخر النهار والعصر وكل وقت افتح البلكونة الاقي عندي كده ايه المنظر اللي انتوا شايفينه، الحبايب متجمعين تحت البلكونة. فكان عندي بقى يا جماعة الغسيل زي ما انتوا عارفين انا غسلت بقى الغسيل بقى كله اللي عندي ومنشرة بقى في الداخلي وفي الخارجي وكله. فروحت بقى لميت الغسيل بتاعي علشان ايه اطبقه. عايزة اقول لكم يا جماعة ان انا بغسل طبعا خميس وجمعة. واحيانا لما بتكون الهدوم عندي زيادة نص الاسبوع ممكن اشغل في نص الاسبوع دورة غسيل كمان. فطبعا انا اصلا كنت شلت هدوم المدارس للبنات عشان ايه زي ما انتوا عارفين معايا اول حاجة يعني بغسلها عندي هدوم المدرسة بتاعت البنات. كان متبقي بقى شوية الهدوم اللي انتوا شايفينهم دول، فلميتهم بقى كده وهندخل نطبق الغسيل مع بعض. بس قبل ما ندخل نطبق الغسيل في عندي شوية غسيل برضو على المنشر الداخلي. وحابة بقى ان انا اقول لكم معلومة حلوة جدا يا جماعة. كان في حد بيسألني يا ياسمين ايه رأيك في المنشر الداخلي؟ عايزة اقول لكم ان المنشر الداخلي بجد لا غنى عنه في اي بيت يا جماعة، للي عنده منشر عادي في البلكونة واللي ما عندوش. بصراحة المنشر الداخلي ده حلو جدا خصوصا في العواصف وفي الشتاء وفي الأتربة. يعني أنا عايزة أقول لكم اليومين دول في عواصف جامدة جدا، يعني تلاقوا كده التندة بتطير وممكن الغسيل نفسه يطير. يعني ايه، فالافضل ان اي ست بيت يكون عندها منشر داخلي زي اللي انتوا شايفينه ده ايا كان بقى، يعني مثلا حديد او في نازل اللي هو بيبقى الواقف ده. بس طبعا ليه يا جماعة شكل تاني غير الشكل ده. بصوا اي مكان يعني هو بيتفرد كده، بيتفرد جناحات له جناحات كده وبيتفرد. بصوا ايا كان المنشر الداخلي شكله ايه ونوعه ايه هيكون حلو جدا. بس انصحكم تجيبوا حاجة يعني ايه تكون الخامة بتاعتها نظيفة شوية علشان ايه يتحمل معاكي ويستحمل ما يتكسرش منك. يعني جيبي حاجة تكون سعرها مش رخيص ومش غالي قوي، خير الامور الوسط. انا دايما دي قاعدة عندي اما اجي اشتري حاجه، خير الامور الوسط. لا اجيب حاجه غاليه قوي ولا اجيب حاجه رخيصه قوي يبقى الخامه بتاعتها او الماتيريال مش حلو. فدايما خليكي في الوسط بيبقى حلو جدا وبتبقى الماتيريال بتاعته معقوله. ومع الحفاظ بقى بتلاقي الحاجه ايه معاكي استخدامها كويس. فعايزه اقول لكم ان انا المنشر اللي عندي ده اصلا كان في يعني كان عند امي، كانت جايباه من سنين كتير جدا. فحتى تلاقوا الخامة بتاعته تقيلة من بتاعت زمان اللي هو كان حديد وتقيل كده. فبصراحة حلو جدا جدا. انا طبعا اول ما خلفت بناتي همسة وهنا، فطبعا انا همسة الاول كان اول بيبي بالنسبة لي، فكانت الهدوم بتاعتها يا جماعة عارفين انتوا هدوم البيبي صغيرة قوي. فانا خدته من ماما، قلت لها هنشر عليه هدوم البيبي وكده. فبقيت احط عليه بقى البناطيل الصغنونه والفساتين الصغيره ومش عارفه ايه والبافتات والشرابات والحاجات الزقنانه دي. كنت فرحانه جدا بالمنشر ده وملياه كله هدوم همسه. طبعا لما جت هنا والحمد لله يعني وربنا كرمنا بهنا، فبقت الهدوم
يعني ايه بزياده، وبقيت انشر هنا وهنا، وطبعا هو ليه جناحين كده كبار فبقى بيتملي، ولغايه دلوقتي بنشر عليه هدوم همسه وهنا، وما شاء الله ما شاء الله بصراحه حلو جدا وعامل. فانصح اي واحده لازم تجيبيه، لو عروسه جيبيه في جهازك، ولو اتجوزتي هاتيه هتلاقيه عامل جدا معاكي وحلو جدا. ففي الشتاء بينفع قوي 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 يعني بجد. ما تشيليش هم انك هتغسلي والدنيا بتشتي، لا هتنشري في الحبل الداخلي. فحلو جدا جدا. فزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، انا طبقت بقى الهدوم كلها، في طبعا جزء منها عينته في الدولاب الكبير، وفي الجزء ده كده هدوم كلها هدوم البنات. وطبعا هدوم البنات عندي في غرفة الاطفال، يعني انا اصلا عاملة الدولاب الكبير لهدومي انا وابو همسة، والدولاب بتاع الاطفال لهمسة وهنا. فهناخد بقى بقية الهدوم دي يا جماعة ونروح نعينها في دولاب الأطفال. وتعالوا معايا أوريكم شكل الدولاب بتاعي. الحمد لله يا جماعة، الحمد لله أنا اتصرفت في ستاند تصوير. عايزة أقول لكم إن عمتي أخت زوجي ربنا يا رب يبارك لها كان عندها ستاند فاديتهولي. المهم يعني ان انا اتصرفت كده وظبطته وكده يعني بقى حلو جدا جدا. يعني حتى بصوا انا جايبه لكم كادر جديد اهو من الزاويه اللي هي ايه في اوضه الاطفال. عرفت الحمد لله ان انا اظبطه واحطه كده علشان اجيب لكم الزاويه بتاعه الدولاب. طبعا يا جماعه انا عندي غرفه الاطفال اصلا مساحتها صغيره زي ما انتم عارفين، يا دوب السريرين كده والدولاب الناحيه التانية، وطبعا ورا باب الاوضه انا حاطه المروحه طبعا دي ما بتطلعش غير في الصيف، والمكنسه. فعندي المكان زي ما انتم شايفين. بالنسبه بقى اللي على ايدي الشمال ده تلفزيون صغير كنت جايباه لما ولدت همسه بنتي. طبعا ما كنتش بخرج من اوضه الاطفال لان همسه بنتي مولود شهر 1، فشهر 1 ده كان في عز البرد، فكنت بخاف اخرج بيها من الاوضه تبرد لان انا مساحه الشقه عندي كبيره شويه. فجبت التلفزيون ده يا جماعه وكنت بشغله على القرآن الكريم، وبعد كده سبته في غرفه الاطفال زي ما انتم شايفين. فده كده النظام بتاع الغرفه عندي يا جماعه. نيجي بقى هنا بعد ما خلصت وحطيت هدوم هنا وهمسة في الدولاب، دخلت عندي على المطبخ علشان يا جماعة اجهز الغدا. عملت النهاردة شوية مكرونة كده على طريقة المبكبكة، مش عارفة المبكبكة دي عراقية ولا ليبية، المهم. وهعمل معاهم شوية فراخ ستريبس وشوية بطاطس محمرة. طبعا يا جماعة ده من بند التوفير، يعني اي واحدة عايزة توفر تعالي يا حبيبة قلب اختك كده، تعالي هنا جيبي ورقة وقلم واكتبي من اكلات الموفرة معاكي مكرونة وفراخ ستريبس، مكرونة وفراخ بانيه، مكرونة وكبدة بانيه. تمام كده، يعني ده الف ب توفير. ده غير بقى الاكلات اللي هي ايه رز وبيض وبطاطس، رز وايه كمان ثواني هقول لكم، رز وكفتة داوود باشا في البطاطس. المهم في اكلات كتير جدا جدا تقدري ان انت تمشي بيها البيت، فيها قيمة غذائية كويسة وكمان موفرة في ميزانية البيت. فطبعا يا جماعة ان شاء الله بإذن الله انا هنزل لكم الفيديو الجاي الجدول بتاع الاسبوع بتاعي. انا كاتبة جدول يعني اوله كان يوم السبت، باقي الاكل بتاع يوم الجمعة. يعني عايزة اقول لكم طبعا انا كنت يوم الجمعة اللي هو الفيديو اللي فات عاملين فراخ مشوية وعيش وطحينة وكده، فاتبقى عندي ورك فراخ، ورك كده كبير، وكمان دبوسة اسمها ايه، لا الفخد مش الدبوسة، الفخد. فطبعا الفراخ دي يا جماعة انا سبتها لهمسة وهنا، وظبطت عليها كده شوية بطاطس محمرة وعليهم شوية رز ومش عارفة ايه، ودلعت الدنيا كده، واكلنا الاكل الباقي من يوم الجمعة. وكده كان يوم السبت، تقدروا تقولوا كده كانت تفليتة يعني. يوم الحد حبايب قلبي عملت ايه هقول لكم. عملت حبايب قلبي رز وعدس مصري اللي هو الاصفر ده، وعملت معاه طبق سلطة، وكان عندي طبعا اناناس، قطعت اناناس وكده. واليوم عدى عادي خالص. طبعا حبايب قلبي الاكلات دي بتبقى اول الاسبوع كده علشان بقى ايه نص الاسبوع بيبقى عندنا سمك، واخر الاسبوع بيبقى فراخ بقى وكده ومن ده على ده، يعني من ده ومن ده.
والنهارده هناكل زي ما انتم شايفين كده مكرونه وفراخ ستريبس، وبكره هناكل زي ما قلت لكم السمك، وبعد بكره ممكن نعمل مكرونه باللحمه المفرومه او رز مثلا، و وعندي ايه، ممكن رز وكفته، ممكن رز وبطاطس وبيض. زي ما انتم عارفين بقى بقيه الاسبوع بيبقى مثلا يوم فراخ، يوم لحمه وخضار. المهم الاسبوع بيتقسم على كده حبايب قلبي. فان شاء الله باذن الله انا هكتب الجدول بالتفصيل، يعني عشان برضو اللي حابة ان هي تعمل جدول في البيت يكون ميزانية اقتصادية موفرة. طبعا انتوا شفتوا معايا في الفيديوهات اللي فاتت المشتريات بتاعت الجبن. كان ابو همسة طبعا جاب جبن، والجبن دي احنا قعدنا عليها لغاية دلوقتي يا جماعة. يعني كان جايبها طبعا يوم الخميس، خميس وجمعة وسبت وحد واتنين. فزي ما انتم شايفين كده ما شاء الله ما شاء الله لسه متبقي عندي جبنه بيضه، ومتبقي عندي جبنه رومي ولانشون وحلاوه، يعني لسه متبقي عندي شويه، ممكن يقعدوا معايا لغايه بكره التلات، وممكن الاربع والخميس بقى نكمل عليهم مثلا جبنه رومي او لانشون او كده. دي بالنسبه لمشتريات السوبر ماركت. فبجد يعني اعملي خطة كده وورقة وقلم وكده، وهتلاقي الدنيا معاكي مشيت وبقت زي الفل، وهتوفري جدا في ميزانية البيت. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، ويكرمكم حبايب قلبي كلكم، وانا من ضمنكم، امين يا رب. طبعا يا حبايب قلبي انا كنت جهزت بقى الغدا لهمسة وهنا، علشان اللي عندها درس واللي عندها مذاكرة وكده. كان ابو همسة جايب لنا مشبك، تمام. انا مش فاكره مش متذكره كان جايبه امتى، بس المقطع انا لقيته على التليفون ونسيت انزله لكم. فالمشبك ده حبايب قلبي من احلى واحد بيبيع حلويات في دمياط. كان جايب كيلو مشبك. كيلو المشبك طلع كام قرص حبايب قلبي؟ تقريبا 3 اقراص زي اللي انتوا شايفينه ده. فطبعا انا كده قاعده الصبح فلقيت المشبك قدام مني، فرحت بقى قلت ايه اوريكم كده شكل المشبك الدمياطي والقرص شكله عامل ازاي. وبعد كده هقفله يا جماعه، لان انا يعني ايه ماليش في المشبك قوي قد كده، يعني بيتعب لي دروسي. بس حبيت ان انا اوريهولكم علشان اوريكم ان المشبك في دمياط حاجه يعني خطيره. مفيش حد ينزل دمياط يا جماعه الا ما يجيب من المشبك. وطبعا عموما اي حد يا جماعه بينزل دمياط زياره او يجي راس البر او في الصيف او في الشتاء لازم يجيبوا حلويات لقرايبهم وحبايبهم. واول حاجه بتبقى عند الحلواني وعليها سحب كبير جدا هي المشبك والهريسه والبسبوسه. فدي من اساسيات دمياط. يعني من اشهر الحلويات في دمياط الهريسه والبسبوسه والمشبك. فحبيت اوريكم المشبك، وبجد يا جماعه خطير خطير. ولو حابين كمان ان انا اقول لكم ايه هي الاماكن اللي تقدروا تشتروا منها حلويات، في كام واحد كده يتعدوا على الصوابع، لو حابين اقول لكم اساميهم. وبس كده حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اي حد عايز يسال اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. وكمان ما تنسوش تضغطوا لي لايك، وكمان تشتركوا في القناه حبايب قلبي لو لسه ما اشتركتوش. وبس كده يا جماعه، اشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد ويوم جديد، ومع الف سلامه.